بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى من والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. القرآن الكريم هو حبل الله المتين، من قرأه وحفظه وعمل بما فيه بنية صادقة وجعل القرآن إماما له في حياته، فأكيد أن له جزاء عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس، والأهلين جمع أهل، وأهل الإنسان هم أولياؤه وأحبابه، وأهل الله هم أولياؤه وأحبابه. وجمعت كلمة أهل وأصبحت أهلين كدليل على كثرتهم، معنى هناك أهل لله كثيرون. فأجاب الصحابة رضي الله عنهم رسول الله قائلين: يا رسول الله، من هم؟ شكون هما هاد الأهلين ديال الله سبحانه وتعالى؟ فقال لهم: هم أهل القرآن، أي حفظة القرآن العاملون بالقرآن، الذين يتلونه آناء الليل وأطراف النهار. وقارئ القرآن ما كيكونش من أهل الله سبحانه وتعالى حتى يتطهر من جميع ذنوبه باطنا وظاهرا، وتظهر طاعة الله عليه في لسانه وقلبه وجوارحه. فلا يكفي أن يتلو الإنسان القرآن حتى يكون من أهل الله ومن أهل القرآن، بل ضروري ضروري ومؤكد أن يعمل بأحكام القرآن، أن يقف عند حدوده، وأن يتخلق بأخلاقه، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فأهل الله وخاصته هم أولياء الله الذين اختصهم الله بمحبته وبالعناية بهم، سموا بذلك تعظيما لهم، كما يقال بيت الله هو المسجد وسمي بيتا لله تعظيما له. وكذلك أهل الله سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل لله تعظيما لهم ورفعا لشأنهم. وهذا طبعا يخص بعض عباده الصالحين الذين يعكفون على تلاوة القرآن وحفظه وتدريسه ودراسته والعمل بأحكامه. وهؤلاء الله سبحانه وتعالى يلهمهم العمل بأفضل الأعمال الصالحة حتى يرفع الله درجتهم فوق كثير من الناس. يقول الله سبحانه وتعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ان الله كيختص من العباد ديالو بالرحمه ديالو بعض عباده لصفة يتميزون بها، وهؤلاء يتميزون بصفة الإقبال على القرآن الكريم. وهذا الحديث كيبين لنا فضيلة حفظ القرآن وفضيلة القيام بما فيه من أحكام، من أوامر ونواهي. وهذا الحديث كذلك فيه ترغيب كبير في أن يكون الإنسان من أهل القرآن، وهذا كذلك فيه إشارة إلى أن الذين يهجرون القرآن ليسوا من أهل الله وليسوا من أحباء الله سبحانه وتعالى. وهجر القرآن عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. هجر القرآن يعني هجر تلاوة القرآن، كذلك هجر حفظ القرآن، هجر التدبر والعمل بالقرآن، هجر التحكيم إلى القرآن، وهجر الاستشفاء بالقرآن. فالقرآن نحكمه في حياتنا، في خلافاتنا، ومن لا يحكم القرآن في خلافاته مع الناس فقد هجر القرآن. من مرض ولم يستشف بالقرآن فقد هجر القرآن. من يقرأ القرآن بدون تدبر قد هجر القرآن. من يقرأ القرآن أو يحفظه ولا يعمل بأحكامه فقد هجر القرآن. وكذلك من لا يتلو القرآن ولا يحمله نهائيا ولو مرة في اليوم. فعلينا أن نخصص لأنفسنا وردا من القرآن يوميا، وأن نقرأه
على أقل مدة، وهي على أكثر المدة طبعا، وهي شهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو في الحديث الذي سبق ورأيناه. ونسأل الله العافية في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وأن يرزقنا العمل به والاحتكام به والاستشفاء به وتدبر آياته، وهو ولي ذلك وعليه قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.